واحد. يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنة دابا؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ديما في طريق اتجاهين ما كندوبلوش شي وحده مدوبله. هاهي هنايا هاد السيارة قامت بالتجاوز، ميمكناش نتبعو هاد السيارة، إذن لا. سؤال جوج. أحسن طريقة باش نزول مفعول الكحول قبل ما نقبض الطريق هو ناخد حمام بسرعة، الجواب واحد. نشرب كاس ديال القهوة مالحة، الجواب زوج. نقوم بالتقيؤ، الجواب ثلاثة. ننتظر بعض الساعات، الجواب أربعة. هنايا خصني ننتظر بعض الساعات. سؤال ثلاثة. في حالة استعجالية نستعمل جهاز طلب الإغاثة، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. رجال المطافئ وحدهم عندهم الحق يستعملوا مطفأة الحريق، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. حالة استعجالية نستعمل جهاز طلب الإغاثة، نعم يمكننا نستعملوه. رجال المطافئ وحدهم عندهم الحق يستعملوا مطفاة الحريق، لا. أي مستعمل الطريق يمكن له يستعمل مطفاة الحريق. بالنسبة لهذا اللي فيه هذا الجهاز، هذا بحال على شكل هاتف، هذاك سميتو مركز الإغاثة. إلا كان بحال بلاكة هكا هي بالخضر وفيها شي راجل كيجري، هذاك منفذ الإغاثة، وهذا مركز الإغاثة. بقاو تفرقوا ما بيناتهم. هنايا نديرو واحد وهنا نديرو لا. سؤال أربعة. في هذا الطريق ذات اتجاه واحد يمكن لي نوقف على اليسار، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. على اليمين، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. ملي كتكون الطريق في اتجاه واحد كيمكننا نوقفو على اليمين ونتوقفو، وتا على اليسار كذلك. ملي كتكون الطريق في اتجاهين غير في اليمين وفي اليسار كنتوقفو، هادشي الا كان مسموح. دابا هنايا في اليمين وفي اليسار ما دايرين لنا حتى شي علامة، اذا راه كلشي مسموح، الوقوف والتوقف. هنا في اليسار ما عندنا غير التوقف، هاهي غير شرطة وحدة يدار الوقوف مسموح، وهما قالوا لنا يمكن لي نوقف على اليسار. هنا ما عندنا غير التوقف، اذا يمكن لي نوقف على اليسار، وعلى اليمين راه مسموح الوقوف والتوقف، اذا يمكن لي نوقف حتى على اليمين. سؤال خمسة. باش ندور على اليمين يمكن لي نبدل المسار، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. الا كنت باغي نبدل المسار كان عليا نبدلو من قبل. دابا راه هنايا في التالي ديال المسار كيولي خطها خط متصل، اذا ما يمكنليش نخطاه باش نبدل باش ندور على اليمين. خصني اجباري نتبع هاد السهم هذا اللي هو غادي للقدام. باش ندور على اليمين يمكن لي نبدل المسار، لا. سؤال ستة. مسافة الأمان الدنيوية من الواجب تكون 150 متر، الجواب واحد، 70 متر الجواب زوج، 40 متر الجواب ثلاثة. هما هنايا فهاد العلامة هادي محددين لنا مسافة الأمان. خصنا هاهي ما بين السيارة والسيارة خصها تكون 150 متر. إذا مسافة الأمان الدنيوية واجب تكون 150 متر. سؤال سبعة. باش نتوقف في هذا المكان من الواجب نترك أضواء الوضع مشعولة، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. شو كنقولوا أضواء الوضع يمكننا نتوقفوا فيهم وهنايا داخل المدينة. فوقاش من الواجب علينا نتوقفوا بأضواء الوضع ملي كنكونوا خارج المدينة واقفين شي بلاصة في الشتاء ولا في الضبابة،
ضروري من الواجب علينا نشعلو أضواء الوضع للتوقف. هنايا حنايا في المدينة يمكننا نخليوهم، يمكننا نطفيوهم، ولكن باش من الواجب علينا نترك أضواء الوضع مشعولة لا، يمكن لي نخليهم ولكن ماشي من الواجب. سؤال 8. شعل هذا الضوء الجاذب في الحين. نشعل ضوء النجدة. الجواب 1. نكمل طريقي. الجواب 2. نوقف فوق المساحة المخططة على اليمين. الجواب 3. ديما ملي يشعلو لنا هاد العلامات ذات الطابع الاستعجالي الحمراء كنوقفو من غير شحن البطارية، راه كيكون الباتري هو اللي ما توقفش فيه، اما باقي العلامات اجباري عليك توقف ديال الطابع الاستعجالي من غير شحن البطارية، هي اللي ما نوقفوش غير كمل الطريق ديالك. هنايا شاعلين لنا الضوء الجاذب ماشي شحن البطارية، اذا شنو خصني ندير؟ خصني نوقف فوق هاد المساحة المخططة ونشعل ضوء النجدة، نكمل طريقي لا غير يشعلو لك الضوء ديال ذات الطابع الاستعجالي كنوقفو من غير شحن البطارية. السؤال 9. على هذا النوع ديال الطرقات يمكن لي نوجد صحاب الدراجات النارية السريعة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. صحاب الدراجات العادية. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنا في طريق السير ممنوع على أصحاب الدراجات العادية. أصحاب الدراجات النارية السريعة اللي عندهم 5 أيام أكثر، 5 أيام راه يمكن لهم يدخلوا طريق السير. أصحاب الدراجات العادية لا. سؤال 10. عند أخذ المسار باش نغير الاتجاه على اليمين، من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليمين. الجواب 1. نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار. الجواب 2. نوقف. الجواب 3. ملتقى الطرق في كروازما كنعطيو أسبقية اللي جايين من اليمين فقط. نوقف لا، ماشي بالضروري، إلا كانت الطريق خاوية كندوز. سؤال 11. يمكن لي نتجاوز هاد السيارة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. لي خطوط متقطعة وتا شي واحد ما جاي والرؤية واضحة يمكن لي نتجاوز هاد السيارة. سؤال 12. من الواجب ندور على اليمين. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنا قال لك من الواجب ندور على اليمين لا، إلا كنت باغي نمشي للقدام غنتسنى على من الحمر يتبدل للخضر وندوز. من الواجب ندور على اليمين لا. سؤال 13. ممنوع المرور على العربات اللي كيتجاوز العلو ديالها 4 متر و60. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. غتضيق الطريق. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. أي ديالنا ممنوع على العربات اللي كيتعداو العلو ديالها 4 متر و60. نعم. الطريق غتضيق من اليمين ومن اليسار. نعم. سؤال 14. على بعد 400 متر غنوجد الضوء احمر. الجواب 1. الضوء خضر. الجواب 2. علامة قف. الجواب 3. طريق ذات الأولوية. الجواب 4. لا يديرنا على بعد 400 متر غنلقاو ملتقى ذات أولوية، إذا طريق ذات أولوية هي اللي غنلقاو. سؤال 15. من الواجب عليا نسمح بمرور الحافلة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. أنا من الواجب عليا نسمح بمرور الحافلة لأن هي راها اندمجات في الطريق، دخلات بزاف. سؤال 16. سؤال 15. من الواجب دخلات في الطريق وهي الطريق هي من الدوز، خصني نوقف لها تدوز هنايا حيت أنا ما نطلعوش أنا في الطريق.
الواجب عليا السؤال 16. على طول هذا الرصيف يمكن لي نوقف باش ننزل راكب؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنايا في خط صفر نوع الوقوف والتوقف فيه، إذا ما يمكنليش نوقف باش ننزل راكب. سؤال 17. أنا في المكان المناسب باش نتوجه لممر الخروج الموجود في القدام؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. على اليسر؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هما دايرين ملتقى الطرق، ما عنديش حق الأسبقية، هي هاد العلامة. إلا كنت فات مسلك اليسار خصني ندور على اليسار، إلا كنت غادي فات مسلك اليمين نمشي للقدام. إذا أنا في المكان المناسب باش نمشي لليسار ماشي للقدام، حيت أنا فات مسلك هذا. سؤال 18. يمكن لي السير بضواء الوضع وحدهم؟ الجواب 1، بضواء التقابل؟ الجواب 2، بضواء الطريق؟ الجواب 3. هنا يمكن لي السير بأضواء الوضع وحدهم، بأضواء التقابل، بأضواء الطريق. شنو قلنا؟ داخل المدينة مين كتكون الإنارة يمكن لي نمشي بالوضع وحدهم، ويمكن لي نمشي بالتقابل غنكوشيوهم بجوج. ولكن هاد الإنارة هادو الحوانت ماشي بوطويات ديال الضو، خص ضروري يكون داك البوطويات ديال الضو شاعلين. عادي يمكن لي نمشي بالوضع وحدهم أو التقابل. أنا إلا غير الحوانت غنمشي غير ديال التقابل. سؤال 19. السرعة محددة في 60 كيلومتر في الساعة غير في هذا الطريق؟ الجواب 1، في الحي كله؟ الجواب 2، في مدينة بن سليمان كلها؟ الجواب 3. ها هما كاتبين لك تحديد السرعة 60 كيلومتر في الساعة، ودايرين لك بن سليمان ومدورين لك على هاد لابارير هادي، كيقصدوا لك في مدينة بن سليمان كلها ما تفوت 60. سؤال 20. عند هذا الملتقى من الواجب نوقف؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار وحدهم؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنا عندنا قف، إذا في هذا الملتقى واجب نوقف، نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار وحدهم. هما دايرين ممنوع ندورو على اليسار، إذا كلشي راه كيجي من هنايا، كلشي كيجي من اليسار، حتى واحد ما كيمشي هكا باش نعطيو حتى اليمين. هما دايرين لنا هاد الربيع هنايا، والشانطي راه قاسمين لنا الطريق، اللي كيجيو من اليمين كيجيو من الهاد. إذا راه كل فهاد الشانطي يجيونا غير من اليسار، إذا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار وحدهم. نعم. سؤال 21. الصديق ديالي سلف لي مقطورة مجموع الوزن ديالها المرخص مع الحمولة هو 250 كيلوغرام. من الواجب عليا نوضع على المقطورة لوحة تسجيل مشابهة للعربة؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. من الواجب عليا نبدل الورقة الرمادية؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنايا الصديق ديالي سلف لي مقطورة المجموع الوزن ديالها مرخص مع الحمولة 250 كيلوغرام. واجب عليا نوضع على المقطورة لوحة هنايا تسجيل مشابهة للعربة، خصني ضروري ندير الماتريكيل بحال ديال الطونوبيل بحال ديال هاد المقطورة باش يعرفوا الماتريكيل. نعم. واجب عليا نبدل الورقة الرمادية؟ لا، الورقة الرمادية فوقاش يمكن لي نبدلها إلا كان الوزن هاد الوزن ديال المقطورة كيتعدى 750 كيلو. أنا يا صديق ديالي سلف ليا مقطورة
مجموع الوزن ديالها مرخص مع الحمولة غير 250 كيلو. إلا كانت كثر من 750 عاد نبدل لها الكارت غريز الورقة الرمادية. هنايا إلا لقينا 750 لتحت ما نبدلولهاش الورقة الرمادية، لقينا كثر من 750 غنبدلوها لها. هنايا عندنا غير 250، إذا ما نبدلهاش الورقة الرمادية. سؤال 22. غندور على اليمين، نعطي حق الأسبقية للسيارة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. للراجلين. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. غندوز على اليمين نعطي حق أسبقية عن السيارة، لا هذه جاية من لهنا، ديما كنعطيو أسبقية لليمين. للراجلين راه أسبقية للراجلين. نعم. سؤال 23. غنتجاوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. لا يا خط متصل راه باينة، لا. سؤال 24. السير كيتم بالتناوب. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السير بالتناوب كتكون علامة كيكتبوا لك السير بالتناوب، إذا هنايا لا. سؤال 25. يمكن لي ندور على اليمين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. شنو قلنا ديجا في واحد السؤال، قلنا هضرنا على بحال هذا السؤال. هنا ملي كتكون خط متصل من الطريطوار من هنا من هذا الرصيف حتى لهذا الرصيف، حسبوا نتايا صور طالع ممنوع تخطاو، اذا يمكن لي ندور على اليمين لا. ها هو متصل من الرصيف حتى للرصيف. سؤال 26. ندوز. الجواب 1 ولا نوقف؟ الجواب 2. ولا راه عندي الضوء الخضر يمكن لي ندوز. هاد الراجلين راه واقفين، اذا ندوز هنايا. سؤال 27. يمكن لي نتجاوز صاحب الدراجة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. ملي كيكون هاد الضوء الحمر اللي كيكون وحده سكات الماشينة سكات الحديد كنوقفو، هما شاعلين، اذا خصني نوقف. يمكن لي نتجاوز صاحب الدراجة. سؤال 27. هنايا لا خصني نوقف. يمكن لي نتجاوز صاحب الدراجة. لا خصني نعم نوقف. الجواب 1. سؤال 28. وضعيات التوقف ديال السيارة الكحلة مسموح بها. الجواب 1، ممنوعة. الجواب 2. هنايا لا خصني نوقف مزيان، ما نوقفش جوج روايد هنايا وجوج روايد طالعين فوق الرصيف، اذا ممنوع. وضعية التوقف ديال السيارة الكحلة ممنوعة. سؤال 29. غندور على اليمين، ندوز قبل السيارة الصفراء. الجواب 1، بعد السيارة الصفراء. الجواب 2. ملتقى الطرق أسبقي ما فيه حتى شي علامة، أسبقية اليمين هذا اليسار، إذا ندوز قبل منه. سؤال 30. النقوش على العجلة كتمكن من تفريغ المياه. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. معرفة درجة التلف. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنايا النقوش اللي على العجلات كتمكنك من تفريغ المياه وتشوف لك واش الرويضة باقا صالحة ولا لا. هنايا ستكون 1.6 سنتيم ديال العمق في هاد العجلة، إذا نعم. سؤال 31. يمكن لي نبقى في هذا المسار. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. يمكن لي نغير المسار. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. ديما في البياج كنبقاو في المسار ديالنا، نبقى في هذا المسار نغير المسار لا.
سؤال 32. يمكن لي نتجاوز؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هاد السيارة هادي راه دايرة ضوء ماشي باغا تتجاوز، باغا تدخل تمارة، كتشعل السينيال هذا عاد يمكن لها تتجاوز. هنايا دايرة الضوء بلا راه تدخل السمارة، إذا يمكن لي تتجاوز نعم. وكنشعل هاد الضوء عاد باغا تتجاوز، هنايا راه باغا تدخل هاد التمارة. سؤال 33. السرعة محددة في 80 كيلومتر في الساعة، الجواب 1. في 90 كيلومتر في الساعة، الجواب 2. في 100 كيلومتر في الساعة، الجواب 3. في 120 كيلومتر في الساعة، الجواب 4. طريق وطنية السرعة كتكون محددة في 100 كيلومتر في الساعة. سؤال 34. من الواجب عليا نمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. المنحدر كيبدا على بعد 250 متر، الجواب 3. المنحدر كيمتد على مسافة 250 متر، الجواب 4. هنايا دايرين ليا من الواجب عليا نمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، لا هاد تحديد السرعة راه للشاحنات. إذا من الواجب عليا نمشي ب 40 كيلومتر في الساعة، لا يمكن لي نفوتها. المنحدر كيبدا على بعد 250 متر، نعم ها هما دايرين لنا على بعد 250 متر، كيمتد على مسافة. داك كيمتد ديما خصهم يكونوا هنا السهومة، ما كاينينش إذا راه على بعد ماشي على طول، ماشي كيمتد. سؤال 35. نندمج في المسلك اللي على اليسار ديالي؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هذا هو المسلك ديالي، وهاد السيارة هذا هو المسلك ديالها. أنا اللي عندي الأشغال في المسلك ديالي، إذا أنا ما عنديش حق الأسبقية. خص هاد السيارات هادو يدوزو من الوالا تتخوى الطريق عاد ندمج هنايا. ديما اللي ما كيكونش عنده واحد الأسبقية كيعطيو هاد العلامة، ها هو السهم الغليظ هو اللي خصو يدوز والسهم الحمر خصو يوقف. إذا ندمج في هاد المسلك اللي على اليسار ديالي، لا تدوز هاد السيارة عاد يمكن لي ندمج. سؤال 36. في هذا الطريق التوقف بالخلاص؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هما دايرين لنا بياج، هنا الباركينغ ها هو دايرين لنا بالبياج، ها هو هنا التوقف بالخلاص، نعم. سؤال 37. باش نمشي للرباط غناخد الطريق الاول، الجواب 1. الطريق الثاني الجواب 2. الطريق الثالث الجواب 3. هاي الرباط راه في الطريق الثاني، باين السؤال باين. سؤال 38. يمكن لي نتابع عملية التجاوز؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. انا هنايا في المسلك التجاوز، هما الخطوط هنايا ملي كتكون خط متصل ومتقطع بحدانا يمكن لي نتخطاهم. هاد الاسهم الانحياز راه على هاد السيارات هادو خصهم يشدو لي من ديالهم حيت الخط يتصل من عندهم. انا يمكن لي نكمل التجاوز ديالي، واخا هاد الدراجه اللي هي باغا تدوبل راها مورايا، الا بغات تدوبل تجي في هاد المسلك راه عامر. اذا يمكن لي نتابع عمليه التجاوز، نعم. سؤال 39. يمكن لي نستعمل ضواء التقابل؟ الجواب 1. ضواء الطريق؟ الجواب 2. ضواء الضبابة ديال القدام؟ الجواب 3. ضواء الضبابة ديال الخلف؟ الجواب 4. هنايا ملي كيكونوا السويكلاس ما طالعينش كنعرفوا الضبابة، وراه باينة هنايا الضبابة، كنمشيو بالتقابل أضواء الضبابة الأمامية والخلفية. سؤال 40. يمكن لي نوجد أحجار متساقطة على الطريق؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. حيوانات متوحشة؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4.
هنا نلقاو احجار متساقطة على الطريق، وهي العلامة ديال الحيوانات متوحشة. نتمنى